استغرب الاخ الدكتور رياض يقول الانقلاب فشل. هو عمليا ليس انقلاب. بدأوا في دماج، ثم انتقلوا إلى عمران، ثم انتقلوا إلى صنعاء. يعني يمشوا حتى وصلوا إلى صنعاء لم يجدوا أي مقاومة. وصلوا إلى صنعاء وفرضوا الأمر الواقع. عن أي حوار وطني يتحدث وعن أي كلام يتحدث. الأمر الآن مفروض بقوة أنصار الله. نحن نعتقد أن أنصار الله سيحكموا اليمن، هذا شيء أكيد. لكن الصيغة هم الآن حكام، لكن الصيغة التي سيخرج بها هذا الحكم ربما تكون باستمرار عبد ربه منصور هذه الفترة قادمة معينة حتى تحين الانتخابات ويتم استبداله بشخص آخر. لكن المهم أن القرار السياسي سيكون بيدهم، هذا من اللحظة هذه وهو بيدهم. عملية تجميل الوضع في اليمن أو أنه نحن موجودين، عبد ربه منصور هذه يوم يقول صنعاء لم تسقط، يعني عمليا وكأن المسألة يعني كأن الناس بلا عقول. نحن نظن أنه الحاكم الفعلي هو الحوثي اليوم عمليا، وهذا حق مشروع للأخوان الحوثيين أنهم يتحالفوا مع إيران. أصبحت إيران اللاعب الأول والأساسي في اليمن، كما هي في العراق، كما هي في سوريا، كما هي في لبنان. وما على السعوديين إلا أن يعيدوا دراسة وتقييم خياراتهم باتجاه الأوضاع الناشئة الحالية. عبد الملك الحوثي نحن بصراحة نهنئهم على ما عملوه في صنعاء، ونحن نتمنى من عبد الملك الحوثي لأنه يبدو أن الشاب طيب وصادق ورجل كريم وعانى 6 حروب. القوة الحقيقية الحاكمة اليوم على الأرض ليس عبد ربه منصور هادي ولا الأحزاب الأخرى اللي موجودة. الحاكم الحقيقي على الأرض هو أنصار الله اللي هم الحوثيين.